دلوقتي بعد المغرب، يعني داخلين تقريبا على الساعة 9:30. المطرة كانت شديدة جدا النهاردة، محدش عارف يعمل حاجة. صدقوا الجو راق النهاردة، وكله بقى ابتدى يطلع ايه مخزون الصواريخ اللي عنده. طبعا الحاجات دي كلها اهالي، يعني ناس عادية زي وزيك كده، هم اللي بيشتروا ايه الصواريخ دي. بيبقى موسم طبعا ان هم بيشتروا الحاجات دي بكميات كبيرة، وبيفرقعوها بقى على مدار اليوم او مدار امبارح. كان بدأوا لانه تقريبا كانوا عارفين ان في مطر النهارده، والناس خافت ايه الصواريخ تروح عليها. الواحد ضرب صاروخ وما عملش. ايوه كده، هي الحته دي. انت بقى ايه المشكله؟ انك تلاقي زاويه تعرف تصور بقى. هو المفروض ان بيبقى فيه يعني مكان متنظم مثلا من قبل المدينه اللي انت ساكن فيها، هو اللي بيتضرب منه الصواريخ مثلا بشكل رسمي، وبيبقى عرض كده معمول يعني. ولكن بيبقى زحمه جدا. في ناس بتروح مثلا من وقت الظهريه ولا من العصر، تستنى لحد بالليل علشان يعني ايه تتفرج على عرض الصواريخ. والمشكله بقى انك طبعا بتواجه مشكله كبيره جدا في موضوع الركنه، انك تلاقي مكان تركن فيه وبتاع. ف حوار يعني. انا ما بحبش الزحمه، بتخنق منها، خصوصا لما تبقى زحمه على حاجه مش اساسيه. دي شكلها جميل دي، ازود لكم عليها شويه. يعني انا دلوقتي جنب بيتي اهو، يا دوبك بس طلعت 10 خطوات من البيت عشان اصور. اهلا وسهلا. انما ان انا بقى اروح واركن واعمل وبتاع، كنت بعملها عشان خاطر البنات عندي، والبنات نفسهم كمان بقوا يزهقوا من الزحمه. فيعني بقوا جات لهم حاله زهد كده، يعني مش هنقعد بقى نجري ورا الصواريخ وبتاع. فانا ايه بطلع اصورها لهم، خصوصا لما نقلنا المنطقه هنا، يعني ايه الزوايا مختلفه يعني. لما كنا في المنطقه القديمه كنا بنشوف المركز الرئيسي نفسه بتاع المدينه، والناس متجمعه وتضرب الصواريخ. ايوه ايوه، اديني. حلوه دي، حلوه دي. في كمان من الزاويه دي هنا اهي، بس احنا خلينا مركزين في الزاويه اللي هنا دي شويه. حلوه دي. انا فاكر في سنه من السنين كنت قاعد في بيت بجنينه، وشظايا فوارغ الفاير ووركس دي كانت بتنزل عندي في الجنين. هي برضو مش آمنة على طول الخط يعني، الناس لازم تبقى حذرة يعني. في ناس كتيرة برضو ما بتبقاش حابة الموضوع ده، يعني بيقول لك انه ما بنعرفش ننام بالليل. يقول لك احنا ما بنعرفش ننام بالليل، والكلاب عندنا بتتأذى، والحيوانات بيتخضوا. فمش كل الناس بتحب الموضوع ده، ولكن الغالبية العظمى، خاصة يعني في ولايات الميد ويست، هتلاقي الموضوع ده أساسي قوي يعني هنا في المنطقة. واحد، أيوه هنا. حلو ده، حلو ده. طبعا طول الفترة اللي فاتت الحاجات دي كانت بتتباع بالكراتين كده، محطوطة في كاسكو، محطوطة في وولمارت وبي جي، في كل مكان ممكن تشتري منه موادك الغذائية لازم كنت هتلاقي فيه صواريخ بتتباع، فاير ووركس. واحد مقصر شوية في عمل الفيديوهات، حاجات كده. ايوه ايوه ايوه،
حلو ده، حلو ده، حلو ده. والواحد اصلا مش عايز يعمل حلقة كده يتعب فيها في الوقت بتاع كاس العالم ده، عشان برضو ايه، انا موضوع المشاهدات ده يا اخوانا والله العظيم بيحبطني جامد يعني. لما بلاقي الدنيا مش احسن حاجة، فبحاول اتجنب دايما ان انا احكم على الحلقة بالفشل. اديني. فعشان كده مقل شوية الفترة دي. بس ايه، ممكن ننزل ده فيديو كده، ادينا دخلنا في 6 دقايق اهو، اتكلمنا شوية. طبعا خدوا بالكم يا اخوانا، هو 4 اوف جولاي ده عيد الاستقلال الامريكي وكل حاجة، لكن تاريخيا مش ثابت ان هو 4 اوف جولاي. يعني هو يقولوا اغلب الظن ان هو 4 اوف جولاي، معرفش هو ايه اللخبطة اللي حصلت يعني، ما خلوهمش يتأكدوا من اليوم، ولكن هم ثبتوا اليوم على انه 4 اوف جولاي هو اللي يكون يوم الاستقلال الامريكي. يوم الاستقلال من مين؟ طبعا من مش عايزين نقول الاحتلال البريطاني، خلينا نقول الوصاية البريطانية يعني. كانت المستعمرات الامريكية اديني كانت طبعا بتعاني من تسلط البريطانيين عليهم، كانوا دفعوهم ضرائب كتيرة جدا. فالامريكان او المستعمرات الامريكية قالت لا، احنا مش هندفع ضرائب بدون تمثيل في البرلمان البريطاني. ف no taxation without representation، دي كانت المقولة المشهورة اللي كنت انا فاكرها صح يعني. وحصلت بقى بعد كده حفلة الشاي، انه لما الانجليز رفضوا ان هم يخلوا الامريكان يعني يمثلوا في البرلمان الانجليزي، الامريكان بقى حبوا يعملوا اعمال انتقاميه من البريطانيين، فعملوا ما يعرف باسم جزيره الشاي، انه كان في سفن محمله بالشاي جايه من بريطانيا ورايحه امريكا. فكان الكلام ده في ولايه ماساتشوستس الامريكيه في بوسطن. شايفين البرق؟ فدخلوا عليهم بقى الامريكان وفضوا الشاي ده كله في الميه، فعملوا اكبر كوبايه شاي في التاريخ يعني. ومن هنا بقى دي كانت الشراره اللي اندلعت منها الثوره الامريكيه. اديني حلو ده، حلو. ايه ده يا عم، اعمل حاجه كده. اللي انتهت في الاخر طبعا باستقلال. حلو قوي ده. انتهت في الاخر باستقلال امريكا واعلانها دولة منفصلة عن الامبراطورية التي لا تغيب عنها الشمس، الامبراطورية البريطانية. طيب لو ده ما كانش حصل، كان ايه اللي هيبقى موجود دلوقتي؟ كانت هتبقى امريكا زي كندا. اللي ما يعرفش يعني، امريكا كندا تعتبر لا زالت تابعة للتاج البريطاني. استراليا نفس الحكاية، نيوزيلندا نفس الحكاية. وزي ما انتم عارفين وبتشوفوا في كأس العالم بتلاقوا وصف. هل ده الفينالي ولا ايه بقى؟ ما هو دايما لما ايه واحد بيعوز يختم بيزود نسبة الصواريخ اللي بيضربها في الآخر، بيسموها الفينالي أو الفاينل. إشارات عمالة تطير. يا سلام. بيزودوا نسبة إطلاق الصواريخ في الآخر يعني، على أساس إن دي بقى الختمة بقى النهاية، الزخم كله بيطلع فيها. فالمهم أيوه. أوه جامدة دي، جامدة. بتاع قريبة أوي.
ايه ده؟ ايه ده؟ انا شايفين الدخن يا جماعه؟ يا نهار ابيض. اللي هو بقول لكم ايه، مفيش حد احسن من حد. اديني. لو تهيألي انتوا شفتوا كفايه كده. يعني ايه، لو نزلناها حلقه اعتبروها حلقه على مقاسهم كده، بنكسر بيها حاله الصمت الرهيب اللي الواحد بيدخل فيها وحاله الكسل. وان شاء الله ايه ننزل بحلقات تانية يعني. انا ناوي باذن الله يعني هطور شويه كده من الادوات اللي بستخدمها ونفك الكيس. احنا عايزين نرضيكم في الاخر. شايفين الدخنه قد ايه؟ اساسا النهارده اللي كان يشوف الجو يقول مستحيل ان كان في حد يضرب صواريخ النهارده. برق ورعد وامطار غزيره، امطار تجيب سيول يعني. بس سبحان الله بقى ليهم حظ بقى الناس اللي اشتروا، والا كانت فلوسهم هتضيع عليهم كلهم. انا بقول كده قشطه قوي اللي احنا شفناه. وخلينا نختم ونقول سلام عليكم.